السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأعزاء. هي نهاية وأي نهاية، نهاية مسعود أوزيل عازف الليل الذي أمتعنا وأمتع عشاق الساحرة المستديرة لسنوات طويلة. قد تنجب كرة القدم سحرة ونجوم، ولكنها لن تكرر مثل مسعود أوزيل، اللاعب الوفي والخلوق الذي كان يقرأ الفاتحة قبل كل مباراة. مسعود أوزيل الألماني الجنسية تركي الأصل، لطالما كان يفتخر كثيرا بأصله، مما أدى لتعرضه لانتقادات لادغة من الألمان. حينها أطلق تصريحه الشهير: أكون ألمانيا عند الفوز وتركيا عند الخسارة، مما أدى إلى استبعاده من قائمة المانشافت. وكانت الأزمة الثانية التي تعرض لها مسعود أوزيل عندما دعم ودافع عن مسلمي الإيغور الذين كانوا يتعرضوا للاضطهاد من الحكومة الصينية، مما فتح عليه أبواب النار من الانتقادات التي تعرض لها من الحاقدين قبل الحاسدين، وأدى في الآخر إلى فسخ عقده مع المدفعشية الأرسنال بسبب حظر الصينيين بث مباريات الأرسنال ومقاطعة منتجاتها. ها هو اليوم يعلن اعتزاله بعد الكثير من المشاكل مع الإصابة وتعرضه لها بشكل متكرر في الآونة الأخيرة. قد بدأ مشواره الاحترافي مع شالكا الألمانية، بعد عامين انتقل إلى نادي فيردر برايمن بعد الكثير من المشاكل مع النادي الألماني، وبعد نهاية كأس العالم التي تألق فيها مع المنتخب الألماني وحصولهم على المركز الثالث، مما فتح عليه أبواب الشهرة على مصراعيها، وخصوصا بعد تسجيله هدف وإعطائه 3 تمريرات حاسمة، مما جعل كبريات الأندية الأوروبية تتهافت للحصول على خدمات الألمانية مسعود أوزيل عازف الليل. ولكن حبه الكبير للملكي جعله يتعاقد مع النادي سنة 2010، وظل في صفوفه 3 سنوات. حصد 3 ألقاب وسط اكتساح كتالوني، وسيطر على المشهد الكروي الإسباني. أولها كانت الكوبا ديل ري ليلة هدف رونالدو الشهير والدراماتيكي، وثانيا الدوري الإسباني ب100 نقطة بقيادة عازف الليل مسعود أوزيل، وآخرها كأس السوبر ليلة الفوز على الغريم التقليدي برشلونة. وبعدها انضم النجم الألماني إلى البرايمر ليج، بالضبط الجانرز، حيث حصد الأخضر واليابس مع المدفعجية خلال 8 سنوات. فاز ب8 ألقاب. أما بالنسبة للماكينات الألمانية فقد فاز بأغلى مسابقة رياضية، ألا وهي الكوبا ديل موندو على الأراضي البرازيلية، بعد سحقهم لأبناء الدار بالسباعية وإخضاع الجار رفقاء ليونيل ميسي في المشهد الختامي، حيث سجل 23 هدف وأعطى 40 تمريرة حاسمة مع الألمان. وحين أسعى بلحظة في حياته قال: تشرفت باللعب في مسابقات المحترفين لقرابة 17 عاما، وأشعر بالامتنان الشديد لهذه الفرصة. وتابع: لكن في الأسابيع والأشهر الأخيرة بعد التعرض للإصابات أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن الوقت قد حان لإسدال الستار على مسيرته. كان من أفضل اللاعبين وسيظل راسخا في أذهاننا مسعود أوزيل عازف الليل، ونتمنى له حياة سعيدة. إذا أعجبكم متابعينا الأعزاء فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.